قبل ما نحكي اي كلمه، شايفين هذا العلم؟ هيو هذا مرفرف قاعد، شايفينه؟ هذا العلم داعس على اكبر الدول. هذا العلم قاهر كثير ناس، هذه اكبر دوله بالعالم كلها. حبايب القلب، ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعنا لكم يا جماعه بفيديو جديد. فيديو اليوم يا جماعه من افخم الفيديوهات اللي ممكن تشوفوها بحياتكم. بتعرفوا ليش؟ لانه عن فلسطين. القصه بتبدا في جنين، مدينه جنين اللي هي مدينه فلسطينيه اللي يسعد دينهم وعلى راسي كلهم. فكروا قال لك يا زلمه احنا قاعدين خلينا نروح نشخط لنا كم جندي على كم صهيوني. وفعلا يا جماعه كل شويه واحد يشوف له صهيون يشمطوا. اليهود يا جماعه بطلوا يعرفوا يطلعوا، لك يا زلمه احنا مش عارفين نطلع، صرنا نخاف. والله العظيم يا جماعه اهل جنين مستنفرين، وهذا بشجع في هذا وهذا بطعن في هذا. اليهود قال لك وقف، احنا شوي حنقضي زي الفيران. ما انتوا فيران ولا رح نقضي زي الفيران. طب يلا ايش نعمل احنا؟ فاخترعوا يا جماعه قصه عيد الفصح. هو موجود عندهم يا جماعه، ولكن قال لك ما دام احنا جنين مش قادرين نسيطر عليها لانه فيها زلم، واذا انت زلمه ادخل جنين والله غير تطلع محمل. المهم ففكر قال لك ايش اكثر مكان احنا بنقدر نستولي عليه؟ القدس. ما دام هذول لك طبعوا ومضوا وقبضوا بنروح على القدس وفيش حد مدور. قصة عيد الفصح اللي بيحكوا عن دينهم وبيقولوا انه هم عندهم دين. لما انت بدك تعمل اشي لوجه الله تعالى بدك تعمله من قلبك، صح؟ من قلبك، من المهم من القلب يا جماعة. لا هدول منزلين عروض في الدين. والله اقول لك اول عرض، اذا انت مستوطن وشريت الخروف الك 400 شيكل عشان نيتك. الشغلة الثانية، اذا انت مستوطن ودخلت على القدس وفي ايدك الخروف الك 800 شيكل. اذا انت فلتة شريت هالخروف ودخلت على الاقصى وشخدته الك 10,000 شيكل. ولكم يا اخوات السنيتشل، هو الدين عندكم هيك؟ الشي فيش عرض 3 كلسون بزميرة وبتربح معنا ابصر الشوق. ايش في ولكم؟ اقسم بالله العظيم يا جماعه التخلف مش طبيعي. ولكن للاسف انه حكامنا العرب، حكام مين على حالهم، ما حدش بيحكي شيء. اقول لكم ليش؟ لانه طبقوا يا جماعه. كيف حالك؟ انت رئيس دوله ايش؟ هي صفحتك، لو سمحت امضينا على القدس، هي عينيا، هي البنطه. حقي وين؟ اتفضل يا حقك. السلام عليكم. نصهم طبقوا يا جماعه وسابوا الاقصى والقدس لحالها، بس ما فشرت حبه عينهم. احنا الفلسطينيه قدها وقدود. المهم يا جماعه احنا ما عندنا في حكام العرب، خليهم نايمين بالعسل عادي يا زلمه. واذا سالوكوا انتم يا الشعب ايش بيصير في فلسطين قول لهم ولا حاجه يا زلمه. ايش بده يصير يحكمنا يا عربي انت؟ ولا شي الصهاينه ذبحوا خرفان في المسجد الاقصى ودنسوا، قاعدين بتقاتلوا مين ياخذ الراس ومين ياخذ القلب ومين ياخذ الكرش. بس عادي يا خليك نايم. المهم هذا مش موضوعنا. موضوعنا الاساسي يا جماعه واللي هو انه اسرائيل قررت يا جماعه زي ما حكيت لكم انها تطلع قصه عيد الفصح وانها تذبح والقربان في المسجد الاقصى عشان تسكت الاحداث اللي بتصير في جنين اللي الله يحميهم. فقرروا وقالوا يوم الجمعه بدنا نمسك هالخرفان ونروح على المسجد الاقصى نشخط. ولكن للاسف ما كملت فرحتهم على خير. بدل ما يصير عيد الفصح صار عيد الفشيخ عندهم. تفاجئوا الخليل وقلقيلية وطول كرم وجنين، حتى جنين جاياهم وقفوا على المسجد. وين ولدك تدخل على مسجدنا ولا انت هبال؟ انا طبعا يا جماعه اسرائيل استغربت وتفاجأت في الكم الهائل. اكثر من 45,000 فلسطيني موجود كان في المسجد الاقصى يا جماعه. ولك وش احنا شردنا من غد عشان تجونا ايش بتفكر؟ نفرش لك سجاده حمراء مع ورد وخليك تذبح ونروح ولا انت هبال؟ احنا فلسطيني احنا بنموت بالجكر. المهم يا جماعه عدى يوم الجمعه وما قدروا لانهم لقوا كثير ناس قال لك والله العظيم لو دخلنا الى لبطونا بالكندره ونروح، لا خليها لبكره. فعلا يوم السبت يا جماعه اجى هالجواسيس قال لك طلع ولا هي والله مليانين لسه خليها للاحد. واجى يوم الاحد واللي هو اليوم يا جماعه، وقرر المستوطنين انهم يتجمعوا على ابواب المسجد الاقصى الساعه 7:30 عشان يدخلوا المسجد الاقصى ويدنسوه. وانتشر الجيش الاسرائيلي قبل بساعه على ابواب المسجد الاقصى ومنع الدخول اليه، وممنوع اي شخص يدخل او يخرج، وكل المعتكفين ما يقارب 1500 شخص انهم يطردوهم برا يا جماعه.
عشان يفتحوا الطريق للمستوطنين يعملوا اللي بدهم اياه جوا. منعوا الكاميرات والصحافة، الأطفال، الأمهات والأخوات، الصغار والكبار يضربوهم يا جماعة بوحشية عشان يقدروا يطلعوهم. في كتير أشخاص يا جماعة حاولوا إنهم ما يقدروا، بدنا نطلع، ولكن للأسف يا جماعة حاولوا معهم بعنف وبوحشية عشان يطلعوهم برا، عشان يدخلوا المستوطنين. احنا حكامنا العرب عادي، احنا وقعنا وخلاص، ما هو كل واحد بياكل على درسه وبيدفع نفسه، بس بتفرجوا وبتفشخروا بالكلام على السياسة وعلى التلفزيونات اللي احنا مش ماكلين منه حاجة. فعلا يا جماعة دخل أكثر من 540 مستوطن على المسجد الأقصى ودنسوه، قاعدوا يرقصوا ويصوروا. حسبي الله ونعم الوكيل. بس يا جماعة خلينا نشوف بعض الفيديوهات اللي صارت اليوم يا جماعة، والله إنها مشاهد بتقشعر البدن. يا شباب وينكم يا شباب وينكم؟ طيب لا ما تنتبه من ذوك هذا صاحبي. لا 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 حسبي الله عليه. يي كسروه والله. زي ما شفتوا يا جماعة الفيديوهات هذه، اقسم بالله العظيم اي شخص حتى مش مسلم والله لا يتكشعر بدنه. ولك اعتبر امك، اختك، زوجتك، ابوك، امك الصغير اللي قاعد بينضرب وبينهان. المسجد هذا مسجدنا احنا، ولكم ايام ما كان شرون حاول انه يدخل على المسجد الاقصى، لطط بالصرمة وطلع، بس هالجيت احنا اللي ممنوع ندخله، احنا اللي ممنوع ندخله الا التصريح او ناخذ هويتنا عشان ندخله. الله اعلم بكره شو اللي بده يصير. اختصارا لهذا الكلام كله يا جماعه، اللي حابب اني اوصله انه المسجد الاقصى والقدس الشريف مش بس قضيه الفلسطينيه، مش بس الفلسطينيه اللي لازم بتدفع في دمها وبروحها وباولادها وبمالها وانتم قاعدين بتتفرجوا على الجاهز يا حكامنا يا عرب. قضية هذه يا جماعة قضية كل شخص مسلم بيحكي أنا مسلم، هذه قضيتي، لأنه مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن مع مين بنحكي إحنا؟ كله مضى ووقع وقبض وروح. بتمنى يا جماعة تسامحوني عن أي كلمة طلعت مني هيك ولا هيك، ولكن أقسم بالله العظيم الواحد بيحكي من غله. لأنه يا جماعة الواحد بيشوف أخته ولا أمه بتنضرب بهيج وبروح بضرب، ما بالك تشوف اخواتنا الكبار والصغار وامهاتنا بنهانوا وبنضربوا على مسجدنا احنا، بننطرد من مسجدنا احنا وما حدش مدور. اقسم بالله العظيم يا جماعه الواحد من غله بيحكي، بس الشكوى لغير الله مذله، وربنا راح ينصرنا وراح نروح ونصلي في المسجد الاقصى. الله يا رب ربنا بنصرنا وبنصلي فيها. تحياتي لكم يا جماعه، فيديو جديد، السلام عليكم.